كوتش عندي سؤالين. سؤال طبعا راح يكون حول لاكان. كوتش الكاف حددت تاريخ 13 ديسمبر لإرسال القائمة الموسعة. القائمة الموسعة راح يكون فيها 55 لاعب. القائمة الأساسية راح يكون فيها 23 لاعب مع 4 لاعبين كاحتياط. كيفاش راح تتعامل مع هذا القرار الصعب؟ نعم. ثاني سؤال راح يكون تكميلي لسؤال الزميلة حول اللاعب إسماعيل بن ناصر. كوتش نادي ميلان حدد تاريخ 4 جونفي باش يعاود يرجع اللاعب يلعب. اسك راح يلعب كأساسي أو لا؟ هذه ما يعني تعود للفريق طبعا. في القانون كوتش يقول في منافسة رسمية يلتحق اللاعب بأسبوعين طبعا تربص المنتخب اللي راح يكون ما بين 20 ديسمبر إن شاء الله. كوتش اللاعب بعد الإصابة اللي تعرض لها راح تكون أكيد إصابة هي مش عادية، تشبه إصابة فوزي غلام. الإصابة هذه راح تكون يعني ربما راح تحرمه من الكان. حبيت نقول لك كوتش اللاعب يستحق باش يعاود يرجع للفورمة العالية يستحق حوالي 6 أشهر، وهذا عندك البرنامج راكي طبيبه راكي عندك سؤال علي انا ما عنديش. معليش باش نقول لك برك كوتش لو تصرى يعني معجزه ويرجع يلعب لاعب لاكان ربما راح يتعرض للإصابة، وهذه الإصابة لو يتعرض لها بعيد شرحنا نقولوا له عليه، لو يتعرض لها راح تحرمه من يعني تنهي له مشواره. هل فكرت في هذا الشيء؟ Ok. Bon, je vais commencer par aider Ismaël Ben Nasser. Ismaël Ben Nasser a eu une إصابة مهمة، إصابة ماشي سهلة et rare en plus à son âge.